بعض الناس حاسدوا الأوحد، رأوا ما عندهم أي عمل ما جرى قلمهم على صفحة ولا حققوا فيه حتى مسألة فقهية، والحال ملأ العالم آثار العلمية لأوحدنا رضوان الله عليه. هذا حسد. قسم حسدوه وقسم جهال ما يدرون، ما عندهم دراية بالنسبة إلى كتبه، أصلا ما رأوا كتابه. أنا أتذكر أن في تبريز كان واحد في زي العلماء، سمعت بأنه اعترض على الأوحد على المنبر. أنا قلت إما تجي أتكلم معك إما أنا أجي. اجتمعنا في مجلس، قلت هذا الكلام اللي أنت تكلمت على هذا الرجل العظيم الحامل لمعارف أهل البيت، ما حجتك؟ قال سمعت من أحد موثق. قلت هل عندك حق أن تتكلم على المنبر بكلمة سمعت من واحد؟ هل رأيت أنت في كتابه؟ قال لا. قلت هل طالعت كتبه؟ قال لا. قلت فكيف تحكم؟ انت جهال، حتى كتاب شرح الزيارة بارا. ونعم عندنا موجود أجانب يريدون يفرقون بين الشيعة، يجعلون الشيعة أحزابا، حزب حزب، يقطعون أعضاء هذا الهيكل المبارك